وايميلات من الاستاذ خالد مرتجي او المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي لنادي نافال البرتغالي عشان صفقه جونيور، لان في الحقيقه صفقه جونيور عليها علامات استفهام كثيره جدا. احنا ما عندناش ناقه ولا جمل فيها، ولكن احنا بنطرح المواضيع عشان تبقى قدام حضراتكم واضحه وصريحه. نافال باع جونيور ب 650,000 يورو طبقا للخطاب اللي طالع من النادي الاهلي. الخطاب بيقول عشان بس نشوفه، ادي قدام حضراتكم، ده باللغه العربيه، انما هو بالانجلش بيتكلم ان الاهلي SC agree to pay for Naval 1 de Mayo FC amount of 650,000 يورو، يعني 650,000 يورو. النادي الاهلي خلاص وافق على انه يدفع 650,000 يورو for the player definite transfer. خلاص للترانسفير هندفع 650,000 يورو لصالح نادي نافال، ده غير الفلوس اللي خدها جونيور، ويقال انها كانت برضو 650,000 يورو. القصة دي في الحقيقة الجوابات وتاريخ الجوابات في حاجة غريبة. انا الاول مش عارف هل المهندس خالد مرتجي كان مفوض من مجلس إدارة النادي الأهلي. أولا أنا ما أعرفش هل قدم استقالة مكتوبة ولا لأ، لأن في الحقيقة طلع حد على المواقع من وبالذات الأستاذ محمود علام مدير النادي قال إنه ما فيش، ما جاتلناش استقالة، والأستاذ المهندس خالد قال إنه قدم استقالة، فما نعرفش هو قدم ولا ما قدمش. والنهارده كان في اجتماع مجلس إدارة، ما نعرفش حضر ولا ما حضروش. يا ريت محمد كان هناك يقول حضر ولا ما حضرش. فالنهارده رانيا علواني كان عندها انتخابات، كانت بتدلي بصوت النادي الاهلي في احد الانتخابات، وخالد الدرندلي ايضا كان بيدلي بصوت النادي الاهلي في احد الانتخابات، فعدم حضورهم بسبب الخطيب للسفر. هو لو ما جاش يبقى يقول لنا هو قدم استقاله بالفعل، يطلع يقول، مش شرط احنا عشان ما نضربش اخماس في اسداس ونبقى عارفين هو قدم ولا ما قدمش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل هو كان مفوض من النادي الاهلي يكلم نافال، نادي نافال؟ ونادي نافال ده على فكرة في حتة اسمها فيجيرا دي فوش في البرتغال، يعني في البرتغال يعني منطقة صغيرة جدا جدا، ونادي هو حجمه صغير جدا، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين ما هوش نادي كبير. والترانسفير ده لا يمكن كان يحصل فيه يعني نادي برتغالي يشتري اللعيب ده بالقيمه دي، استحاله استحاله، ولا يدي اللعيب القيمه دي. اللعيب ده النادي الاهلي حط 4 شروط في جوابه الرسمي، انما عندي ايميل طالع من الايميل الشخصي للمهندس خالد مرتجي بيقول ان احنا، بص بيقول ايه: we hereby accept your offer and will revert back to you by an official letter from the club now. We would appreciate if the player can travel today in order to proceed with the necessary medical checkup. Once the checkup is okay, the money will be transferred to your account, conditional that we receive the ITC اللي هي شهادة الانتقال الدولية of the player. يعني معنى الخطاب ان باعت هو، والخطاب له طبعا، والايميلات اللي طالعه دي ليها تواريخ وليها ساعات. النهارده النادي الاهلي قعدوا مع بعض اجتمعوا، الا اذا كان لو المهندس خالد هو مفوض من النادي الاهلي انه يبعت من ايميله الشخصي لنادي نافال، ده موضوع تاني. لكن احنا بنقول الورق اللي قدامنا، انا الورق جالي، لكن انا بطرحه، ما عنديش اي غرض في طرحه، احنا بس بنستفسر
ولو حد عايز يرد علينا يرد علينا، يعني اذا كان حد بيتفرج وعايز يرد اهلا وسهلا. انما احنا استفسارات كلنا، ما عندنا علامات استفهام. ليه بيتبعت يعني ايميل من ايميل شخصي لعضو مجلس اداره النادي، بالرغم ان النادي هيبعت دلوقتي خطاب؟ وبالفعل النادي بعت خطاب بنفس الصيغه، قال فيها ايه؟ اللي هو الجواب ده الرسمي ده اللي عليه شعار النادي الاهلي وعليه ختم النادي الاهلي وموقع من محرم الراغب، اللي بيقول الاهلي اس جي اجري، الاهلي خلاص اتفق على 650. نفس الايه؟ الايميل اللي بعته المهندس خالد. يعني urgently we would appreciate if، نفس الكلام would appreciate if، نفس الكلام اللي في الايميل بتاع خالد. يعني خالد عارف ان النادي الاهلي هيبعت الكلام دوت بعدين. طب بعت من عنده ليه؟ هل عشان يبين ان هو بيتحكم في امور النادي الاهلي كعضو مجلس اداره؟ هل بيبين قوته لنادي نافال؟ هل اسئله كثيره جدا، يعني مش عارفين. كل ده اللي حصل في صفقه للاسف الشديد لم تؤتي ثمارها خالص لكره القدم المصريه. يعني صفقه ما كانتش بالصفقه اللي الارقام الكبيره دي تدفع فيها خالص، والناس تتكلم عليها، وبعدين في الاخر يمشي عشان ما يضرش. ما هو النهارده ده ماضي 3 سنين ولاعيب برازيلي هياخد فلوسه، هياخد فلوسه. انما لو مصري يا عيني غلبان زمانه بيتشحتف ورا نادي ايه مش عارف ايه اللي مدي شيك بدون رصيد ومش عارف ايه والقصه والحكايه، واللاعب مش عارف ياخد فلوسه. انما برازيلي هياخد فلوسه ان عاجلا او اجلا. عندكم امثله كثيره جدا، راحوا الاتحاد الدولي وبصوا اتشدنا ودنا والانديه دفعت. اولهم النادي الاسماعيلي لو تفتكروا، لما باتريس نوفو اشتكى النادي الاسماعيلي وخد فلوسه على دار المليم، والا كان النادي الاسماعيلي هينزل بقرار من الاتحاد الدولي درجه ثانيه. راحوا لموا مليون جنيه وخدوهم ودفعوا له في عز ما النادي الاسماعيلي يعني مش لاقي مليم. فده كان هياخد فلوسه، هياخد فلوسه. فقال لك ايه؟ قال لك ده متعور. تشيك اب ايه؟ مين اللي عمل التشيك اب؟ اذا كان اللعيب اصلا متعور. طب بصوا حضراتكم عشان بس في عجاله، عشان نخلص ونخش في اللي بعد كده.